أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية في النور. في النور معانا النهاردة كاتب ساخر، صاحب أسلوب بسيط ورائع ومبهر في نفس الوقت. اتعرفت أنا شخصيا على الكاتب فيليب فكري من الكاتبة الرائعة فاطمة نعوت. فتخيلوا لكم أن تتخيلوا لما حد رائع في كتابته يشهد عن حد تاني فبيطلع بيعرفونا بناس بجد مميزة. بشكرك يا أستاذ فيليب لأنك قدمت للبلد دي كتاب حلو قوي قوي اسمه أنا من البلد. أنا عايزة كل الناس تقرأ. أنا عارفة إن احنا مش في ظروف أنا من البلد دي دلوقتي، لكنه أنا متهيألي إنه ظهر في ظروف خاصة كده. احكي لنا عن الكتاب قبل ما نكمل. الكتاب صدر في قبل أحداث الثورة على طول. وأنا كاتبه من 2009. يعني أنا حسيت إن احنا عندنا مشاكل كتير مش قادرين، يعني لما بنتكلم بصوت عالي المشاكل دي ما بتبانش. فقلت طيب نجرب لما انا مثلا وحد من اصدقائي المسلمين نقول نكت مثلا، نهزر في واحد مسيحي وواحد مسلم لقينا الموضوع ده بيعدي. يعني نقدر نتكلم في اي حاجه، بعكس لو اتكلمنا بشكل جاد بيبقى فيها زعل وشكل بقى كل واحد وحقي وحقك وكده، الموضوع بيبقى لان النوايا بتبتدي تحس انه في نيه، يعني بتتكلم جد يبقى كانك ايه، لا انت بجد بقى مش عاجبك وعايز تطالب وعايز تجرح. بالظبط. لكن احنا طول عمرنا كمصريين نقدر نقول اي حاجه، نقدر نعدي اي حاجه. يعني انا كنت دايما الحكايه دي اقعد اجربها كده مع اصدقائي، مثلا اقول لهم احنا لو عايزين نعمل اي حاجه نقولها بخفه دم، نقولها ببساطه، نقولها بابتسامه، نلاقي اللي احنا عايزينه بيتعمل. يعني لدرجه مره جربت مثلا ان كنت ماشي بالعربيه عايز اثبت للصديق معايا الكلام ده، يعني فرحت قلت له طب هوريك، ورحت كسر على واحد، يعني حركه وحشه قوي. فالراجل طلع قال لي ايه يا عم يا ابني، ولسه رحت ضحك معاه ومهزر، وقلت له بس ايه رايك وتعرف تعملها، وضحكت وبتاع. قال لي طب نهارك زي الفل ومش عارف ايه والدنيا. انا جوزي بيعمل كده. انا اعرف واحد كسر على واحد غصب عنه وبعدين قال له انت حمار، قال له عرفت منين؟ هي دي تعدي الكلام ده، يروح ضاحك بعد كده. فاحنا عندنا كده، الشعب ده كده. فقلت طيب ما اقول اللي انا عايزه بالاسلوب صحيح. ده نهزر مع بعض واقول كل حاجه، اقول بخفه دم شويه على قد ما اقدر، واحكي حكايات فيها فعلا حاجات تضحك. يعني كلنا عشنا مواقف فيها مفارقات تضحك كتير يعني، ونشوف الاسلوب ده هيعمل ايه يعني. بس الكتاب اتكتب. طب عايز اسالك على حاجه. اتفضل. أنا لاحظت الكتاب في الجزء الأولاني منه راجع لأيام المدرسة والسندوتشات والحاجات الجميلة دي. الحصة الرابعة دي. الحصة الرابعة. عايز أسألك، طبعا أنا عجبني قوي إنك لسه راصد بجد وفاكر مشاعرك كانت عاملة إزاي تجاه الحاجات والمواعيد والمدرسين والزملاء، لكن هل أنت حطيت عناوين حاجات عايز تتكلم فيها وشفت بالراجع كده ما يخدمها من حياتك القديمة، ولا الذكريات هي اللي كانت واضحة بقوة واستخلصت منها عبر، ولا الحكاية جت ازاي؟ الحكاية سلسلة تراكمات، يعني اللي أنا مشير هنا لحتة مختلف دي، وفضلت معايا في الكتاب ده. أنا حتى لما كلمت فيليب بشكره على الكتاب الرائع بقول له بس مش عاجباني حكاية إننا مسمي المسيحي مختلف. لأن أنا مش عايزه كده، أنا رافض ده. أيوة. لكن دي الحقيقة. صحيح. يعني أنا بتكلم على طفل يعني. بالظبط، بتكلم على طفل نشأ في ظروف انا مش زي بقيه جيراني في العماره مثلا، مش زي بقيه زمايلي في الفصل. في حاله هنا، يعني في اختلاف عندي. يمكن ده الاسلوب الكاريكاتيري، ان انت بتبرز قوي الحاجه السلبيه وتكبرها عشان تغيرها. بالظبط، ان لازم ابالغ في الحاجه عشان واشير عليها بوضوح قوي عشان نفهم. يعني احساسا انا عايز الناس كلها تعرف، لان بقى في ممارسات بقت عاديه. يعني بقى في ناس بقت مش عارفه ان ده حاجه تضايق حد. يعني صحيح. عايز الناس كلها تعرف مشاعري كانت ايه. يعني وانا طفل وحاسس ان مختلف، حاسس ان لما بينزلونا في حصه الدين انا ليه مش زي دول، يعني ليه مش زي بقيه زمايلي اللي في الفصل. انا ليه بنزل حصه دين وما بيبقاش في مدرس دين؟ يعني وليه بيسيبونا كده؟ المشاعر دي اللي انا يعني قصدت اشاور ليها. طيب عودة إلى ما يحدث الآن، لأننا طبعا يعني مش هنقدر نفرد وقت طويل للحديث عن الكتاب، ربما في وقت آخر. احنا عرفنا من الأستاذة فاطمة، كانت معانا امبارح، أستاذة فاطمة نعوت الكاتبة الصحفية الكبيرة، إن حضرتك بتعد كتاب ساخر جديد
عن 25 يناير. قول لنا بقى ايه اهم ما رصدت عدسة فيليب العقلية يعني لكي تعبر عنها في هذا الكتاب؟ يعني مبدئيا عايز اشكر استاذه فاطمه نعود جدا جدا، لانها فعلا انسانه جميله جدا، ومهما اقول لكم هي سندت ووقفت جنبي وجنب الكتاب وجنب كل الافكار اللي بتهدف في الاخر لان احنا نبقى متحابين ومتلاحمين مع بعض. وطبعا كتاباتها معروفه، فيعني اشكرها جدا، واشكر برضو الفنان الكبير مصطفى حسين، لان يعني ده ابويا يعني، وهو اللي عمل كاريكاتير الغلاف. غلاف رائع الحقيقه، فكرته جميله. طبعا مصطفى حسين يعني استاذنا كلنا. برضو من نفس الفكرة، احنا شعب دمه خفيف، وفي ظل ثورة ومات فيها عدد، استشهد فيها عدد كبير، الناس مش قادرة تبطل خفة الدم. وطلع في الأحداث دي كمية من النكات والخفة الدم. عجبني المصطلح ده، الناس مش قادرة تبطل خفة الدم. يعني أنا كنت يعني ببقى في التحرير تقريبا يوميا، فبلاقي ناس كتيرة. كنت معسكر عند الركن الفنانين اللي كان فيه الكاريكاتير ده ولا؟ لا يعني انا عملنا حاجات ولوح ورحنا وكده، بس ببقى دايما بحاول اتجول يعني اشوف كل حاجه. فطبعا في يعني احنا في جبهه يعني، وفي ناس مبطوحه وناس ايديها مكسوره وناس جد يعني. يعني دي ثوره والموضوع يخوف يعني. بس مع ذلك برضو اللي عنده يعني الناس فعلا اتاذت وناس فعلا تعبانه، وبرضو كل واحد اللي كاتب على صدره حاجه واللي رافع ايده بيافطه فيها افيه، واللي مش قادرين نبطل الحكايه دي. ابتدت الحكايه ان انا كان حصل موقف كده ليا احد اصدقائي، زي ما كلنا مرينا بمشاعر وقت ما الرئيس قرر انه مش هيرشح نفسه تاني. اكتفينا يعني، في كتير جدا قال لك خلاص حلو كده يعني، الراجل عمل اللي عليه وتمام وهو خلاص هيمشي. فكلنا مرينا بالحكايه دي الى موقعة الجمل اللي بقى مشهور جدا ده يعني. فالناس حتى في كتب التاريخ الموقع يعني في شويه حاجات، موقعة الجمل والراجل اللي ورا مسلم يعني في شويه احداث الناس طلعوها بخفة دم، مش يعني من غير طبعا يعني عفوية. بالظبط. فكان ليا احد اصدقائي قال لي يعني انا ضد الولاد اللي هناك دول، وعايز اعمل حاجه يعني لازم نروح نكلمهم ونعمل حاجه ومش عارف ايه، لازم يمشوا بقى وكده، والراجل خلاص. فقلت له طيب بس انت متخيل ان انت هتروح هناك يعني تقول لهم يمشوا فهيمشوا؟ قال لي هعمل اللي عليا، هروح واقول لهم يمشوا واعمل اللي عليا يعني مش يا ابني طب تعالى. قال لي لا وكده، فهو اصر. اكيد اكون متوقعه اللي حصل له. انا بصراحه يعني بشويه خبث مني قلت هسيبه يعني خلاص، سيبه يلقى مصيره. هو مصر نروح ونشوف. فروحنا، فلا الموضوع بجد يعني دي جابها بجد، وناس مصابين ودم وحاجات يعني. في الاول اتخض كده، بس قال لي لا انا عند موقفي ومش عارف ايه. قلت له طيب اتكلم شوف. فلقى مجموعه كده، فرايح ينضم يكلمه. فاول ما راح واحد فيهم شاب ضخم جدا يعني كده، راح واخده وحطه في صف، وجاب الناس التانية وراح موقفهم في صفوف كده، تكوين غريب كده، وهو مش يعني سكت ومش فاهم يعني. فرحت انا يعني وقفت من بعيد كده عايز اشوف طبعا انت بعدت عنه طبعا اول ما ما تعرفوش طبعا. فاول بعدت اشوف ايه الموضوع ده، فلقيتهم بيكونوا كلمه ارحل. ده توب شوت كده يعني. وصديقي ده هو على رأس ارحل، على رأس الألف. حلو قوي، فكرة بليغة جدا. فقلت طب هو مش قادر يتكلم يعني، هو واقف تلاقيه مش عارف اصلا بيعملوا ايه. ولقى الموضوع، وبعد كده فهم انه بيعملوا كده. فابتدى لا طبعا لا انا ما ينفعش يتكلم، المشاعر هنا مختلفة. صحيح. لما راح لقى الموضوع مختلف. طبعا شويه بقى يشاور لهم يقعدوا فيقرفصوا كده وبتاع، الناس كلها مبسوطه يعني، الولاد اللي مكونين الكلمه، ما عدا هو تحس انه اسير يعني في قعدته كده. شويه راح قال لهم يا جماعه ابشروا، ده جميع الفضائيات في مصر والعالم جايه تصوركم وعشان يبقوا تشوفوا مش عارف ايه. طبعا الواد اترعب، ده هو ضد الموضوع، ده انا عايز امشي، انا عايز اروح يعني هو اول واحد يعني. شويه احنا مش هنمشي من هنا غير لما الريس يرحل. لقيته قاعد يعيط. يعني مش هنمشي يوم 2/10 يعني. بس لقيت في مفارقات كده كتير، غير خفة الدم اللي موجودة على النت وعلى حاجات كتير يعني، حكاوي كتير منها. فممكن نحكي بنفس الأسلوب ونعرض القضية ونعرض وجهات النظر،
ونرصد خفه الدم دي بشكل، فيعني ابتديت في الموضوع. استاذ فيليب، انا عندي حاجه محيراني. اتفضل. اعرف قدره النكته وخفه الدم على تخفيف الوجع، بس احيانا بتبقى النكته وخفه الدم احيانا بتبقى بتطلع الوجع الحقيقي وتبرزه، بتبينه كده قصادنا بدون تجميل. فقول لنا ازاي بتحصل الاثنين دول؟ هي الميزه ان يحصل الاثنين دول. يعني في الكاريكاتير معروف ان الكاريكاتير ما اعتقدش ان ممكن يتكتب مقاله فيها مثلا هجوم على رئيس الوزراء بنفس البلاغه اللي ممكن يعملها استاذ مصطفى حسين في كاريكاتير اليوم في الاخبار. الكاريكاتير بياخد نفس الفكره اللي كنت بقولها من شويه، اللي هو بيجيب الحاجه بشكل مباشر ومبالغ وصادم، لكن مع ابتسامه فيخليها تعدي. يعني يخلي الدنيا تمشي سموز كده، ما تبقاش ما ترشقش، يعني ما تضايقش. فبنفس المنطق يعني انا يعني ده برضو اللي انا قصدته في الكتاب، ان احنا بنحكي حاجات يعني ممكن فيها ابتسامه، لكن في نفس الوقت انا عايز اشاور ان في هنا وجع، وان في هنا اختلاف، وان في حاجات لازم تتغير. ودي فرصتنا يعني اللي احنا فيه ده، ان لازم الكلام ده فعلا يتشاف كويس. لان يعني انا شايف برضو الكتاب ماشي مع الموضوع، لان احنا بنقول ده الكتاب اللي طلع في العصر السابق يعني، او في النظام السابق. كتابك اترجم. هقول لك كمان، اذا كنت بتقول الكتاب ماشي، كتاب ماشي قوي. هقول لك ليه. ما قدرتش اوقف قرايه في الكتاب لحد ما وصلت لصديقي الانتيخ. عامل فصل فيليب عن صاحبه القريب منه جدا، اللي كان اكثر اصحابك اعتدالا، صح كده؟ صحح لي وبقول غلط. حسن ربيع. تمام. انا بهرتني الشخصيه دي، وقعدت اقول بجد هو في حد كده حقيقي، لحد ما صدمتنا في اخر الفصل وقلت لنا انه ده ما كانش حقيقي، ده انت كنت بتتخيل. صديقي الذي حسن ربيع ده كان بدأ انه كان بجلابيه، وكانوا بيحضنوا بعض، وكانوا في بينهم محبه ود كبيره قوي. شفت ده انت في الميدان؟ شفت حسن ربيع لقيته؟ شفت كتير بجد، شفت كتير، بس محتاجين يعني يتسقوا زي الزرع كده. محتاجين الموضوع فعلا ينمو جواهم، ينمو. لان احنا عندنا الناس عايزه تعمل كده، الناس عايزه تحب بعض، الناس عايزه تعيش كويس. شفت حاجات يعني انا ما تخيلتش في يوم من الايام ان انا هشوف في ميدان التحرير ترانيم، ناس بترنم، وفي مسلمين كتيره جدا واقفين وبيسقفوا، بيقولوا الترنيم، بيقولوا بارك بلادي. اصل الترنيمه كانت كلها عن مصر. فهم الناس فعلا من جوانا، اللي احنا كلنا مصريين يعني في الاخر، نفس الطباع. صحيح. بنفس مع الاختلافات نفس الجمله الموسيقيه اللي تاثر فينا، ونفس طريقه بالزبط. الكلام احنا بنفكر وعايشين شعرا يجيب نتيجه. فانا شايف ان الناس كلها عايزه تبقى كده، وعايزه تحب بعض، وعايزين نقرب. في حاجات عبقريه حصلت مثلا، يعني من بداية كنيسة القديسين، أحداث كنيسة القديسين والشهداء اللي هم يعني يعتبر شهداء الثورة، دول امتداد لشهداء كنيسة القديسين. بذرة. الوقفة اللي حصلت والدروع البشرية اللي اتعملت حوالين الكنائس حاجة عبقرية جدا، يعني حاجة جميلة جدا. الرد العبقري الأجمل منه المشهد الجميل بتاع المصلين، الناس وهي بتصلي في ميدان التحرير، والمسيحيين واقفين عاملين دروع بشريه، رد عبقري جدا. فاحنا عايزين نبقى كده، وعفوي جدا. يعني مش متهيألي انه حد كان بيخطط ان احنا هنعمل كده عشان صحيح. يبان ان احنا المسيحيين والمسلمين. صدقيني لو حد بيخطط عمره ما هيرتبها، هيلاقيها كده. اصل التخطيط بيبقى مكشوف، والناس عارفاه وعارفه انه مش حقيقي. غير ان ما يعني في الاحداث دي يعني في التحرير ده كان ناس مقيمه. يعني انا حاسس ان احنا كان حاجه زي مساكن الايواء، يعني خيم وناس مقيمه وعايشه، وده مجتمع بقى مجتمع لمده 18 يوم. ما فيش اي حاجه، ما فيش مشاكل، ما فيش الحته دي. بالعكس ده الناس بتوري ان احنا ما عندناش كده. كل واحد بيوري ان انا كويس، ان انا ما عنديش الاحساس ده. ده اللي لازم نحط ايدينا عليه. طيب. ولازم ينمو. فيليب، انت صحفي ورسام، وده بيخليك كفنان بتستشرف دايما الحاجات قبل ما تحصل، زي ما كتابك نزل في توقيت ربما كان مما ساهم من حاجات كتير ساهمت في التفجير. هل ترى ان الفترة اللي جاية انطلاقا من ذوبان الفرق الطائفي دوت او الديني ده، هيبقى عندنا كاريكاتير بسهولة في الجرايد وفي المجلات بيقول مرة واحد مسيحي مرة واحد مسلم، ولا هنلغي الحتة دي ومش هنجيب سيرتها؟ والله أنا شايف الفترة اللي جاية يعني الموضوع إحنا على مفترق طرق، يعني واقفين في نقطة كده قدامنا شرعية، يا كده يا كده.
احنا يعني كده الاولاني. طيب احنا عارفين كده التاني. طب ايه هو التاني؟ الحلو الكويس الخير. يعني يا اما الدنيا تمشي حلو لا، جدا. قول بصراحه كل اللي جواك، قول بصراحه يعني بكل المصطلحات من غير رموز ولا ما عندناش حاجه تحت الترابيزه. اتفضل. يعني يا اما الدنيا تبقى فعلا كويسه وفعلا والجمال اللي حصل فيها ان احنا نتحضر فعلا ونبقى ما عندناش المشاكل اللي حاصله دي، ما عندناش اديان، في مواطنه، في حد اسمه مصري، مفيش مسيحي ومسلم. يا اما الدنيا ممكن تروح في سكه تانية مع التخوف اللي حصل من الاخوان والكلام ده. بس يعني انا مش مع السكه دي قوي. يعني انا اللي انا شفته في ميدان التحرير ان تقصد انت مش من المتوقعين للسكه الثانيه. بالظبط. لان اللي انا شفته ما يقولش كده. الولاد اللي مش هم اللي عايزين كده. صحيح. غير ان يعني انا شايف مثلا الاخوان هم ما كسبوش في الفتره اللي فاتت. اذا يعني لحد دلوقتي في ال 20 يوم اللي فاتت لا هم خسروا، لان في حاجات كتير، مواقف كتير بقوا يحاولوا يركبوا على الثوره وبقوا يحاولوا يستغلوا بعد كده راحوا رجعوا لما لقوا ان هم مش مقبولين قوي. بالظبط. فالموضوع ده اتكشف، الناس فاهمه، الناس شايفه. فبقى في صراحه في الكلام. يعني انا واي حد من اصدقاء المسلمين هو نقول له لا احنا مش عايزين الاخوان، وبقى في الجرأه في الموضوع ده بلا حرج. وبقى اصحابنا المسلمين بيقولوا لنا احنا مش عايزين الاخوان كده، احنا مش عايزينهم وهكذا. صحيح. فلو حصل اي حاجه من السكه دي، الناس اللي طلعوا اللي هم بتوع الثوره الاصليين الحقيقيين هيطلعوا مره واثنين وثلاثه. يعني مش هنقدر، ما فيش حد هيرضى بان نكمل في الطريق. يعني انت بتقول لنا يا استاذ فيليب انه بذره الامل واللي هيحمي البكره اللي جاي هو انه ناس تصر على انه اللي يتنفذ يبقى هو اللي طلبناه، مش نطلب حاجه ونسقط حاجه وانتوا تبنوا لنا حاجه ثانيه احنا ما طلبناهاش. بالظبط. بس مع ان في الوقت اللي جاي احنا لازم يبقى فيه شويه تعليم. يعني ايه مدنيه؟ يعني ايه علمانيه اللي كانت بتتكلم عليها استاذه فاطمه نعوت امبارح؟ ان الناس يعني كلمه علماني دي يعني في ناس كتيره فاكراها انه كافر، ده علماني ما يعرفش ربنا. انا شايف ان الوقت اللي هيجي لتغيير الماده الثانيه في التعديل الاصلي للدستور باذن الله، يعني ساعتها هنكون الناس لازم تبقى فاهمه ان احنا تغيير الماده الثانيه دي ما يمسش الاسلام في حاجه. صحيح. ما يمسش الاديان في حاجه. بالعكس، احنا تغيير الماده الثانيه ده هيخلينا نبقى اكثر تحضرا، يخلي المواطنه. يعني ايه مواطنه؟ يعني ايه ان انا اتعامل يعني احس ليه ان انا مواطن من الدرجه الثانيه. يعني انا فكره الاقليات اللي بشبهها اكني لاجئ، يعني ده يعني من الاقليات. لازم الحته دي تتشاف كويس. لا انا مش اقليات، يعني انا مصري مواطن مصري، ما انا من البلد دي. يعني في الاخر انا قصدي كمان من الكتاب، انا من البلد دي تاكيد واقرار اكتر منه افتخار. يعني بفكر اللي ناسي ماده الالف اللي انتوا عاملينها في مقدمه الكتاب تقول كده انه الالف، ما انا من البلد دي كانك بتصرخ. يعني عايز افكر اللي يعني كان مثلا في ردود تعليقات على مقالات لأستاذة فاطمة وغيرها من اللي بيكتبوا في الموضوع ده ساعة أحداث عمرانية مثلا، فحد يقول طب ما يشوفوا في سويسرا، ما هو لما جم يبنوا جوامع مش عارف حصل إيه. طب في سويسرا لما جم يبنوا لك أنت وافد، يعني أنت أجنبي في سويسرا، لكن أنا مصري في مصر. مش مواطن سويسري. فالردود دي تدل إن فعلا في نقطة منسية عند ناس كتير، ان احنا اكننا غرب، اكننا ناس جايين من بره، اكننا ضيوف. يعني دي اللي ناكدها الفتره اللي جايه. طب قول لي انت متصور ان الشعور المتلاحم ما بين القبطي والمسلم في ميدان التحرير ايه اللي المفروض نفضل نشتغل عليه علشان الشعور ده ما يفرطش مننا وكل واحد ينتمي لمجموعته تاني ونبتدي نبعد عن بعض وندي فرصة لحد يقول لك بص ده التاني ده بيعمل ده بيقول عليك؟ طول ما احنا مع بعض عمر ما حد يعرف يخش في وسطنا. يعني باللي بقوله ان احنا نأكد الكلام ده، المثقفين وقادة الرأي ورجال الدين يبتدوا يأكدوا على الموضوع ده، يأكدوا ان احنا شفنا قد ايه واحنا حلوين والدنيا متلاحمة بننجح مع بعض. يعني تأكيد على الحكاية دي. في حاجات مش المفروض نجيب سيرتها قوي دلوقتي عشان ما يبقاش برضو موضوع ما يخشش في الدين، منها حكاية المادة الثانية في التعديل ده.
طبعا احنا نتمنى يعني بس انا شايف انها صعبه يعني. حاليا لا، نعرف الاول يعني ايه الماده الثانيه. ايوه صحيح. نعرف الاول يعني ايه دوله مدنيه. نعرف حضرتك تقصد كل المصريين نعرف كلنا نفهم بحيث عشان لا المسيح يحس انه الغاء الماده الثانيه ده انتصار ليه، ولا المسلم يحس انها هزيمه ليه. بالظبط، هي انتصار لينا كلنا. تمام. ده اللي محتاجين نعرفه الاول قبل ما نبتدي نغير. صحيح. وده طبعا املنا في الرئيس مصر القادم يعني. يا رب. لا، ما احنا عايزين بقى املنا، وده من وحي ثورة 25 يناير وأساتذة الفقه الدستوري اللي استضفناهم. عايزين أملنا في إن هذا الشعب يفضل زي ما هو يقرر مصدر التشريع، وهو مصدر السياسات، وهو المراقب على أي منصب. صح. يعني انت عارف يعني ان دلوقتي كل الناس بتطالب بدولة مدنية فيها تقليص لصلاحيات رئيس الجمهورية لصالح مجالس الشعب. برلمانية ولصالح اللي هم الشعب بيختارهم. اللي حصل يقول كده، اللي حصل يقول ان اقوى جهه او جبهه اتحركت في الفتره اللي فاتت هم الشعب فعلا. يعني شيء من الخيال ان حد يقول نعم هتحصل ثوره يسقطوا بيها النظام يعني، او ده كان شبه مستحيل. واتقال يعني متهيألي اتقال هنا في البرنامج اكتر من مره ان اللي حصل في تونس يعني مستحيل يحصل في مصر. كل الناس قالت كده يعني، حاجه شبه معجزه اللي حصل. ده هقول لك على اعتراف اقوله للناس كده في الهوا. اتفضل. مره ايهاب خوفنا في حلقه قبل الثوره. الاعتراف دايما بيجي على دماغي انا هسمع. لا اصل ايهاب كان متوقع كان متوقع وقال كده مره لضيوفنا، فلقيت نفسي انا بقول له لا يا ايهاب احنا كده بنشجع على الثوره، وكانت بالنسبه لنا فكره الثوره دي حاجه مرعبه وبعيده. بالظبط. واقصى طموحنا في الثوره ايه؟ يعني اقصى طموحنا نصلح حاجه ولا حاجتين يعني احنا بنعانيهم، نغير وزير نشيل حبيب العدل يعني. يعني اقصى طموحنا. الناس كانت طالعه تقول عيش حريه عداله اجتماعيه. يعني ده اقصى حاجه ممكن نحلم بيها. فبرضه ده حس انه ترتيب من ربنا انه يحصل كده يعني جدا مما نطلب او نفتكر. ففي الاخر الشعب اللي هو الاقوى في كل الاحداث اللي فاتت هو اللي يقدر يضمن اللي جاي. هقول لك حاجة أخيرة كده تحطها في كتابك الجاي الساخر. يا ريت يا ريت. إنه النهارده سمعت تصريح إنه رئيس الجمهورية اليمنية بيقول لهم أنا مش هرشح نفسي في الانتخابات القادمة، ولا صدقوني وابني مش هيترشح هو كمان. ده هو إيه ده؟ هو إحنا غاشين كلنا من بعض؟ يعني أنا أقصد إنه تكرار المشاهد في بلاد كتير ده مش بالنسبة لك يعني مصدر كبير قوي؟ لا أنا الحتة دي فيها حكاوي كتير يعني. يعني برضو فيها، وفي ليبيا طبعا واللي حاصل في ليبيا ورفع الأجور والوعد بعدم الترشح وعدم التوريث وقطع الانترنت. يعني هي خطوات بما فيها من سلبي وايجابي واخدينها. يعني في ناس بياخدوا الموضوع كوبي بيست لحاجات ممكن ما تصلحش هناك يعني. او ما يكونش عندهم نفس المشاكل ممكن. من المفارقات برضو اللطيفه ان لما في ليبيا طلع مظاهرات لاسقاط النظام، طلع معاهم العقيد معمر القذافي. طلع في المظاهرات شارك يعني، وقال خلاص احنا قربنا يعني، وان شاء الله هنسقط النظام اللي هي الحكومه يعني. فطبعا دي من المفارقات. ده شيء يطمنا. لا ده الكتاب الجاي فيه حاجات كتير. مليان. طب ايه موضوع الجرافيكاتير ده؟ احكي لنا بقى. انا اصلا برسم بورتريه وكاريكاتير، ويعني متربي على ايد استاذ مصطفى حسين من انا عندي 8 سنين. بعد كده اشتغلت في الجرافيك. فلقيت ان في الجرافيك احنا لما باجي مثلا اعمل تصميم او حاجه بدوس على زرار بيديني في الكلر يعني اللون في الرسم. الموضوع يعني عشان اوازن من الاثنين الموضوع صعب. فقلت طب ما نجرب نعمل ده وده مع بعض. فعملت حاجه سميتها جرافيكاتير، اللي هو رسم الكاريكاتير باستخدام الكمبيوتر. في الاول قلت ابتدي اعرضها يعني اشوف الكلام ده صح ولا حلو ولا وحش ولا ايه. فطبعا في ناس دايما الفنانين او الخطاطين او اللي بيرسم فري هاند بايده بيبقى واخد موقف من الكمبيوتر، واخد موقف تماما منه يعني. اللي شجعني طبعا استاذ مصطفى حسين. اول ما وريته قال لي ده ابتكار صحفي عالمي يعني شيخ الرسامين الكاريكاتير. هو طبعا اول واحد شجعك تعمل حاجه. انت بترسم الرسمه كامله على الكمبيوتر مش فري هاند وبتعملها سكاننج؟ لا احيانا اعمل حاجه بقى بايدي يعني، مثلا اجزاء معينه اروح مخططها بايدي واعملها سكان. فالموضوع بيطلع نتيجه كويسه وفي نفس الوقت سريع
وليه ليه طعم جديد يعني. حلو. فشجعني جدا الاستاذ مصطفى حسين، ابتدينا نحاول نسجله انه يبقى اختراع. ما تتكسفش، انت متواضع قوي، مش عايز تقول ان حاجه رائعه ومذهله وكبيره. انه يبقى حاجه زي ابتكار او اختراع في حقوق الملكيه الفكريه. طبعا الموضوع صعب يعني قدرت اسجله في الشهر العقاري وكده في حقوق الملكيه الفكريه. بحاول اقول لهم يعني ايه يعني مين بعمل ايه اصلا. انت عارف طبعا انه الانيميشنز في لما حد بيعمل فيلم كرتون او كده وصلوا للنقطه دي من فتره، ان هم يخترعوا الشخصيه كامله على الكمبيوتر وبعدين يبتدوا يحركوها استفاده بمهارات هذا الجهاز يعني. 3 دي طبعا وال 3 دي بقى في افلام اللي بنشوفها يعني 3 دي افلام كامله بقمه الابهار يعني. فهي نوع مشابه طبعا مع الفارق، بس ان احنا يبقى النتيجه قدامي ليها طعم ان ده كاريكاتير ولكنه باستخدام الكمبيوتر. طب عندنا مشكلة عايزين ناخد رأيك فيها. ناس كتير خايفة من تدخل رجال الدين في السياسة في الفترة اللي جاية، وشباب كتير بدأ يتحرك ويشوف له دور بدل ما ينتظر نصحا من رجل الدين أيا كان موقعه يعني. فأنت تشوف المفروض الشباب طبعا أنت أكيد متابع حملات النظافة والتجميل والحاجات الرائعة وتنظيم المرور والحاجات دي. رأي تاني يقول لك لا، ما هو ده مش دورهم، هم بقى كمان شوية هيبتدوا بقى المفروض يذاكروا بقى وينجحوا. حد تالت يقول لك لا، خليني اروح الجامعه ويبقى عندي ساعتين في اليوم للعمل العام، ليه لا اتعرف على اخويا المسلم والمسيحي ونلاقي. انت شايف الحكايه دي ازاي؟ مش عايزين نفقد القوه الدافعه بتاعه الشباب. شايف برضو من اللي كنت اتكلمتوا فيه امبارح اللي هو الصمت اللي عند الأقباط. يعني هرجع يعني هعود للنقطة دي لأن دي لازم تنتهي. لازم ما يبقاش ان احنا ربنا بيدافع عنا ونحن صامتون فعلا، لكن لو اتكلمنا برضه هيدافع عنا. لا، ما هو صامتون دي ما احنا برضه اتكلمنا وعلقنا على كلام استاذه فاطمه، الكلام الرائع اللي قالته. الرب يدافع عنكم وانتم تصمتون، يعني مش بتاخدوا حقكم بايديكم او بالزبط. باسلوب جارح للاخر، لكن مش وانتم صامتون، يعني مش بتبحثوا اصلا عن حقكم. بالظبط. يعني برضه عايزين الفهم الصحيح للآيات لألا تصدر كأنها سلبية. خليكوا سلبيين وربنا هو اللي بيشتغل. تتواكل بقى. لا، فدي اللي عايزين ننميها شوية، لأن احنا فعلا يعني احنا مرينا بفترات كتير عندنا الحتة دي، عندنا السلبية موجودة في الأقباط، وكان في فترة ما عندنا شوية يعني اللي أنا أشرت عليه في الكتاب اسمه الجبن الأبيض. نتيجة لا بمناسبة السندوتشات ولا إيه؟ هو عن السندوتشات فعلا. احنا بنحمس الناس يعني تقرا الكتاب، عمالين نقول حاجات. الصفيحة اللي جاية لنا من البلد. الصفيحة اللي جاية بلده كان السندوتشات بتتعمل وهو ما بياكلهاش، كل أصحابه في المدرسة. فالجبن الأبيض ده يعني ان مع في اواخر عهد السادات واللي حصل والزاويه الحمراء وغيره الناس بقت تكش الأقباط، يعني بقوا خلاص سابوا العمل العام والمشاركه الاجتماعيه وبقوا يقول لك لا احنا مش بتاع مشاكل، لا مش عارف ايه، لا ما تدخلش في ايه. فده فضل لفتره يعني لحد ما من قريب فعلا ابتدينا تاني لا يبقى لنا صوت وابتدينا نبقى موجودين. ده اللي عايزين ناكده، ان احنا لازم نستغل الثوره دي، لازم نستغل التلاحم اللي حصل ونبقى كلنا موجودين، نبقى كلنا مشاركين صح، مشاركين كل واحد يشوف ايه دوره اللي ممكن يعمله صح. مش ان احنا ناخد يعني احنا ممكن من الشباب مثلا لو مسكوا النظام ممكن يتحولوا ان احنا بقينا يعني عايزين نقلد النظام اللي فات. مثلا ايه في الجبهات الشعبيه الجميله جدا في حاجات تطورت، بقت الناس بيأدوا دور، يعني اللي وقف عربيه ويقول له وريني بطاقتك بقى ظابط. يعني اللجان الشعبيه اسف حققت ده. يعني انا في واحد هو في اللي بيقصد حققت ده بالمعنى السلبي، انه احنا وقعنا في محظور اننا نعمل الغلط اللي كان مضايقنا. هنحذر منه. فاكره في بدايه الحلقات اللي عملناها بعد الثوره خطوره ان طفل يمسك سلاح بالظبط، ويتصور ما يبقاش عادي. التسلط ده هو الشيء الطبيعي في الفتره اللي جايه. وما ناخدش يعني احنا شلنا نظام عشان هو ديكتاتوري او الى حد ما في جزء من الديكتاتوريه، ما نجيش احنا نروح
نيجي نقعد مكانه ونبقى دكتاتوريين برضه. لان انا في واحد مثلا وقفني من اللجان الشعبيه وبطاقه ومش عارف ايه وكده، وراح قال لي معاك طفايه.